فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما قيمة ملك يزول عن صاحبه أو يزول عنه صاحبه؟ نعم، ما قيمة ملك يزول عن صاحبه أو يزول عنه صاحبه؟ لما كان هارون الرشيد يرى السحابة في كبد السماء تتحرك يخاطبها ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. فلما نام على فراش الموت هو الآخر قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. طلب أمرا غريبا. قالوا: وماذا تريد من القبر؟ قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه والذي سأنتقل إليه من هذه القصور الفاخرة. فحملوا هارون إلى قبره، فنظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم قرأ قول الله: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين الأموال وأين السلطان وأين الملك؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أيا عبد كم يراك الله عاصية، حريصا على الدنيا وللموت ناسية. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فتعالى الله الملك الحق، الغني عن كل خلقه، المستغني عن كل خلقه، المغني لمن شاء من خلقه بالقدر الذي شاء، الذي يهب ملكه أو ما يشاء من ملكه ما يشاء ومن يشاء، ويسلب ما وهب من ملكه في الوقت الذي شاء وبالقدر الذي شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالعباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشورا، فضلا عن أن ينفعوا أو يضروا غيرهم من الخلق، فضلا عن أن ينفعوا أو يضروا الخالق. الملك الحق الغني المستغني عن كل خلقه، المغني لمن شاء من خلقه بالقدر الذي شاء في الوقت الذي شاء، ويسلب ما شاء من ملكه من أي أحد شاء في الوقت الذي شاء. لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود ملك ولا يسود حاكم ولا يزول ملك ولا يزول حاكم ولا يموت ملك ولا يموت حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين، وإلا بأمر ملك الملوك جل جلاله. يا عبادي لو إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالملك الحق هو الله، والغني عن كل خلقه هو الله، والمستغني عن كل خلقه هو الله، والمغني لمن شاء من خلقه بالقدر الذي شاء
هو الله جل علاه. الله، املأ قلبك بعظمة الله، املأ قلبك بجلال الله. والله الذي لا إله غيره، إنها لأحب الدروس إلى قلبي هذه السلسلة، سلسلة المشكاة، لأنها تجدد في قلوبنا عظمة الله، لأنها تجدد في قلوبنا قدر الله، لأنها تجدد في قلوبنا جلال الله. والله ما ابتعدت عن واقع الأمة وأنا أشحن في القلوب الآن الإيمان، وأجدد الإيمان بكلمات الله وكلمات رسوله، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكيف نجدد الإيمان في قلوبنا ونحن لا نعرف ربنا، ونحن لا نعرف عظمته، ونحن لا نعرف جلاله، ونحن لا نعرف قدره؟ والله ما تجرأنا عليه وابتعدنا عنه إلا يوم قل في قلوبنا قدر الله، إلا يوم قلت في قلوبنا عظمة الله. والله لن تسود الأمة من جديد إلا إذا عادت إلى الله فجددت الإيمان بالله، وعرفت قدر الله، وعرفت جلال الله، وعرفت عظمة الله. أنا لا أقلل من قدر العلم، ولا أقلل من قدر تصنيع الأسلحة، ولا أقلل من قدر الإنتاج، ولا أقلل من قدر الإبداع في الكون، لكنني على اعتقاد جازم أن هذا كله لا قيمة له بغير إيمان بالله، ولا وزن له إن لم تحقق الأمة حقيقة الاعتصام بالله جل علاه، إن لم تجدد الأمة إيمانها بالله سبحانه وتعالى. فاملأ قلبك بعظمة الله. يأتي حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، ويقول: يا محمد، يا محمد، بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي. ينادي حبر اليهود عالم اليهود ويقول: يا محمد، يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر، الله أكبر. السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انظر إلى خلق السماء وإلى خلق الأرض، وانظر إلى عظمة الخالق وجلال الخالق. وهذا حبر عالم من علماء اليهود يقول: إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة، في التوراة التي أنزلها الله على موسى، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك المصطفى حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول حبر اليهود. وقرأ الحبيب المصطفى قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه 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 وتعالى عما يشركون. جل جلال الله، جل جلال الله، له كل جلال، له كل جمال، له كل كمال، ليس كمثله شيء، هو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عنده يسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء عنده يسير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالى ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. فانتبه أيها الإنسان، معلش اسمح لي أقول لك، مهما كنت، وأيا كان قدرك، وأيا كان منصبك، وأيا كان كرسيك، وأيا كان جاهك، اسمح لي أن أقول لنفسي ولك حبيبي في الله: أولنا نطفة مذرة، أولنا نطفة مذرة، وآخرنا جيفة قذرة، ونحن بين ذلك نحمل العذرة. فلما الكبر ولما الغرور؟ لما الكبر ولما الغرور؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا مسكين، أظننت بعدما سخر الملك الحق الغني، بعدما سخر لك الكون، نعم، فاستطعت أن تطير في السماء بهذه الطائرات، أو أن تنطلق إلى الفضاء بصواريخ الفضاء، أو أن تصدر إلى السماوات أتوبيس الفضاء ديسكفري، هل ظننت يا مسكين بعدما سخر الله لك الفضاء وسخر لك الكون